هذا الفيديو سنحكي لكم أحداث الحلقة 25 من مسلسل مولانا، الحلقة التي تحمل عنوان الأسطورة، والتي تشهد عودة مولانا من الموت أمام أهل العادلية، وكشف جزء من ماضي جابر، وصداماً حاداً بين شهلة وزينة، إلى جانب تصاعد صراع العقيد مع رجاله والثكنة كلها. تبدأ الحلقة على وقع صدمة محاولة اغتيال مولانا، لكن المفاجأة الكبرى أن جابر ينجو من الموت ويعود إلى وعيه، وكأنه خرج من البرزخ إلى الحياة من جديد. هذه العودة غير المتوقعة تقلب موازين الأحداث، فمولانا يقرر أن يدفن جابر والماضي معه، ويتمسك أكثر بدور سليم العادل، وبفكرة الزيت والزيتون والأسطورة التي تربط مصير العادلية بوهم الخلاص الذي آمن به أهل الضيعة لسنوات. العقيد كفاح ورجال الثكنة يعيشون حالة صدمة حقيقية بعد عودة مولانا، فهم كانوا متأكدين أن انفجار السيارة سينهيه نهائياً. يسعى العقيد لمعرفة السر وراء نجاته، فيستجوب نمر وحمود بالتفصيل حول نوع البارود الذي استخدم في التفجير وكيفية تنفيذ العملية، ويبدأ التحقيق في مصدر السلاح والمواد المتفجرة التي كانت بحوزة حمود. رجال الثكنة يشعرون بالارتباك والخوف، فعودة مولانا تعني أن هيبة العقيد تلقت ضربة جديدة أمام أهل العادلية وأمام جنوده في الوقت نفسه. الصدمة تسيطر على الأجواء داخل الثكنة، وتنتشر بينهم أسئلة عن كيفية فشل محاولة اغتيال بهذا الحجم، وهل الأمر محض صدفة أم أن هناك من يتلاعب بالخيوط من خلف الستار؟ في الوقت نفسه تكون شهلة وهالة وفارس منشغلين في إيجاد حل للورطة التي وقع فيها جابر بعد انكشاف جزء من ماضيه. تتكشف أمام شهلة الحقيقة الصادمة: جابر هارب من قضية قتل زوج شقيقة هالة، وأن سبب مجيئه إلى الضيعة ليس مصادفة ولا قدرا إلهيا فقط، بل هروبا من هذه الجريمة التي تطارده منذ سنوات. اكتشاف شهلة لهذه الحقيقة يهزها من الداخل، تشعر أنها كانت تعيش على نصف حكاية فقط، وأن الرجل الذي أحبته وسكنت في بيته يخفي عنها سرا خطيرا يتعلق بالدم والقتل. هذا الصراع الداخلي يضعها بين نار حبها لجابر من جهة ورفضها لفكرة أن يكون قاتلا من جهة أخرى، بينما تحاول هالة وفارس التفكير بعقلانية لإيجاد مخرج قانوني وأخلاقي من هذه الأزمة. في خضم هذا الاضطراب تفاجأ شهلة بزينة تهاجمها وتضغط عليها لتعرف ما الذي يخفونه عنها. زينة تشعر أن الجميع يتصرف وكأن شيئا كبيرا مخفيا يتعلق بماضي زوجها، وتعيش حالة صدمة لأنها آخر من يعلم. عندما تواجه شهلة بأسئلتها تنفجر شهلة في وجهها وتهددها، في مشهد يعكس توتر العلاقة بين الزوجة التي جاءت لإنقاذها من الموت والمرأة التي كانت ترى نفسها الأحق بقلب مولانا. تهديد شهلة لزينة يكشف حجم الغيرة والاحتقان بينهما، فزينة تبحث عن الحقيقة وعن مكانها كزوجة، وشهلة تشعر أن حياتها كلها مهددة، حبها وبيتها وصورتها عن جابر نفسه. هذا الصراع النسائي يصبح أحدا من أكثر مشاهد الحلقة توترا على المستوى العاطفي داخل البيت الواحد. على مستوى الضيعة يعود سليم العادل مولانا إلى ساحة العادلية، وهو يسير وسط أهل القرية كأنه لم يواجه الموت قبل أيام. حضوره بينهم بعد محاولة اغتياله يجعله يبدو في نظر البعض كأنه خرج من الأسطورة نفسها، رجل تحدى الموت ليعود ويقف معهم من جديد. يقف أمامهم ويؤكد أنه ما زال على العهد، وأنه حارب الموت ليبقى إلى جانبهم ويدافع عنهم. في مواجهة صريحة وشديدة الجرأة يتحدى مولانا رجال الثكنه علنا، ويدعوهم إلى التوبة أمام أهل العادلية. كلامه يكون مباشرا وقاسيا، فهو لا يكتفي بانتقاد ظلمهم، بل يضعهم أمام خيار أخلاقي واضح: إما أن يتوبوا عن جرائمهم بحق الناس، أو يتحملوا عاقبة ما سيأتي لاحقا. هذا التحدي العلني يضع العقيد ورجاله في موقف حرج أمام الأهالي. المشهد يصبح أكثر قوة عندما يخرج شباب العادلية من مخابئهم، وعلى رأسهم جواد ورشيد ومنير، ليقفوا خلف مولانا في مواجهة الثكنة. هؤلاء الشباب الذين كانوا يختبئون خوفا من المطاردة والاعتقال يقررون الآن أن يعلنوا وقوفهم مع مولانا في وضح النهار، في لحظة تعلن فيها العادلية أن الخوف لم يعد سيد الموقف كما كان سابقا. في جانب آخر من الحلقة يعود الحاج أبو ليلى إلى الضيعة، وهو يمسك بيد زوجته الجديدة، متحمسا لإدخالها إلى ساحة العادلية وتعريفها على الناس، لكنه يتفاجأ بواقع مختلف تماما عما توقعه، إذ يجد الساحة خالية تقريبا، وأجواء القرية متوترة ومنشغلة بما يحدث بين مولانا والثكنة، فيدرك أن الضيعة لم تعد كما تركها، وأن الأسطورة الجديدة طغت على كل تفاصيل الحياة اليومية.
أما على خط أسامة فإن صديقه المقرب الذي كان السبب المباشر في مقتله على يد العقيد بعدما كشف سره وتعاونه السري مع مولانا لا يستطيع تحمل تأنيب الضمير، يعيش صراعا نفسيا حادا بين خوفه من العقيد وشعوره بالذنب تجاه صديقه الذي دفع الثمن بدمه. في النهاية ينهار تماما وينهي حياته بإطلاق النار على نفسه، تاركا خلفه رسالة لم تكشف تفاصيلها بعد لتكون خيطا جديدا للأحداث في الحلقات القادمة. هذه الحلقة ترسخ فكرة الأسطورة حول شخصية مولانا بين عودته من الموت وتمسكه بحكاية الزيت والزيتون، وبين ماض دموي لجابر بدأ يطفو على السطح، إلى جانب صراع داخلي في البيت بين شهلة وزينة، وخارجي بين العادلية والثكنة وبين العقيد ورجاله أنفسهم. كان معكم ملخص قبل العرض. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جر التنبيهات حتى يصلكم ملخص الحلقة 26 فور نزولها.